ممكن اللغة اللي بتتكلم بيها تغير طريقة تفكيرك من غير ما تحس. ناس كتير فاكرة إن اللغة مجرد وسيلة عشان نوصل أفكارنا للناس، لكن في علم السايكولينجويستكس أو علم النفس اللغوي في فكرة مثيرة بتقول إن اللغة نفسها ممكن تأثر على طريقة تفكيرنا. يعني الكلمات اللي بنستخدمها مش بس بتوصف الواقع، لكن أحياناً بتشكل الطريقة اللي بنشوف بيها الواقع. في لغات بتميز بين درجات كتير جدا من الألوان، وده بيخلي المتحدثين بيها يلاحظوا فروق لونية أسرع من غيرهم. وفي لغات تانية بتستخدم الاتجاهات الأصلية زي شمال وجنوب بدل يمين وشمال، والنتيجة إن أصحاب اللغات دي غالباً بيكون عندهم إحساس أقوى بالمكان والاتجاهات. حتى طريقة التعبير عن الزمن بتختلف من لغة للتانية. في ناس بتتخيل المستقبل قدامها والماضي وراها، وفي ثقافات تانية العكس تماماً، وده بيأثر على الطريقة اللي بينظموا بيها الأحداث جوه عقولهم. كمان اختيار الكلمات بيأثر على مشاعرنا تجاه المواقف. لما تقول دي مشكلة ضخمة غير لما تقول دي عقبة بسيطة، الموقف نفسه ممكن يكون واحد، لكن إحساسك بيه بيختلف. عشان كده الكلام اللي بنقوله لنفسنا مهم جدا. لو كل يوم بتقول لنفسك أنا فاشل، عقلك هيبدأ يتعامل مع الجملة دي كأنها حقيقة. لكن لو بتقول أنا لسه بتعلم، هتدي لنفسك فرصة أكبر للتطور والنمو. اللغة كمان بتأثر على أحكامنا الأخلاقية والاجتماعية، ومجرد تغيير كلمة واحدة في سؤال ممكن يخلي الناس تدي إجابات مختلفة تماماً. وعشان كده الإعلانات والسياسة والإعلام بيهتموا جداً باختيار الألفاظ، لأن الكلمة مش بس بتنقل معنى، لكنها كمان بتوجه انتباهك لمعنى معين دون غيره. وده يخلينا نفهم ليه نفس الحدث ممكن يتوصف بكلمات مختلفة، فتختلف ردود أفعال الناس تجاهه. في النهاية، اللغة مش مجرد أداة للتواصل، اللغة أشبه بعدسة بنشوف بيها العالم. وكل ما وسعت حصيلتك اللغوية وفهمت معاني الكلمات بعمق، كل ما قدرت تشوف جوانب أكتر من الواقع. وعشان كده أحياناً تغيير كلمة واحدة في طريقة تفكيرك ممكن يكون بداية تغيير طريقة تفكيرك كلها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.